السؤال ده جالي كتير جدا، عاوز تخس دهون وتنشف جسمك ومش عارف تعمل ايه؟ حلك في الفيديو ده. خلينا نبقى متفقين ان دايما جسمك محتاج 3 حاجات للغذاء، وهو البروتين والكارب والدهون. يا ابو حميد على قصه الدهون والبروتينات والكارب اللي مش هنخلص منها دي، بس انا هبسطها لك. خلينا نقسمها على 3 خانات. اولا البروتين، لو البروتينات في جسمك قلت فده معناه ان العضله كمان هتقل وتضعف، بس لو زادت عن حدها هتضغط على الكلى لو نسبه الميه قليله في جسمك. طب ايه الحل يا ابو حميد؟ انا هقول لك. جسمك تقريبا محتاج من 1.5 ل 2 جرام بروتين لكل كيلو جرام في جسمك، وده بيختلف طبعا اذا ما كنتش بتلعب رياضه خالص او بتلعب رياضه خفيفه او اتلتيك او بتروح الجيم وبتلعب فعلا بادي بيلدينج. البروتينات زي ما احنا اتكلمنا قبل كده فانت ممكن تجيبها من اللحوم والاسماك والخضار وحتى منتجات الالبان والبيض. الدهون وما ادراك ما الدهون يا صديقي. اقول لك يا صديقي للاسف الشديد انه الدهون لو نقصت كتير جدا عن حدها في جسمك فده ليه اضرار كبيره جدا. خلل في الهرمونات، خلل في الدوره الشهريه، ضعف التركيز وتساقط الشعر، جفاف الجلد وضعف المناعه. ولذا ضغطت يا صديقي اللي هي بتؤدي ضعف في الخصوبه وضعف في الاداء الجنسي. يا ابو حميد انت رحت في سكه اللي يروح ما يرجعش. والله ما كان قصدي يا صديقي، انا بس بنبهك. طب لو زادت عن حدها خد عندك التهاب مزمن، زياده مقاومه الانسولين وده بيؤدي لزياده السكر في الدم وبياخدنا ونروح لمشاكل السكر. طبعا برضو مش هكلمك على شكل الجسم لان دي حاجه مفروغ منها. اللي فات ده كوم واللي جاي ده كوم تاني. بتخفض نسبه هرمون التستوستيرون للرجال، وده ليه بقى؟ لانها بتحول هرمون التستوستيرون لهرمون تاني اسمه الاستروجين، وده بيقلل الكتله العضليه. والحاجه الثانيه انت عارفها، الدهون دي صعبه قوي، ولا كده نافع ولا كده نافع. ايه هي نسبه الدهون الصحيه اللي انا المفروض اخدها في اليوم؟ وعشان اخففها عليك يا صديقي انت محتاج من 20 ل 30% من السعرات الحراريه اللي انت محتاجها لجسمك في اليوم. الكارب يا صديقي هتحسب الحسبه ديت والحسبه دي، والمتبقي من السعرات الحراريه اللي انت المفروض تاخدها في اليوم هو ده الكارب بتاعك. يا ابو حميد انت كبرت لنا الموضوع قوي. اقول لك ما تقلقش يا صديقي، قسم وجباتك على مدار اليوم بشكل متساوي، قلل كميه الاكل اللي في الوجبه شويه وما تاكلش طبق رز قد كده لان جسمك مش محتاج كل ده. لو انت عايز تنشف فقلل كميه الكارب والدهون في الوجبات على قد ما تقدر. كل وقوم مش جعان ومش شبعان. بعد عن العيش والسكر يا صديقي، ولو اضطريت تاكل عيش فخليه فتره الصبح قبل مجهود هتعمله. السكر 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 يا صديقي يقل ويتمنع. مش هطلب منك يا صديقي غير ساعه واحده بس 3 مرات في الاسبوع تعمل فيها تمارين لياقه او مشي سريع. واستحسن طبعا الوجبه اللي هتدخل فيها الكارب والدهون يبقى بعدها من 2 ل3 ساعات المجهود البدني. طب يا صديقي لو عايز تحسب سعراتك الحراريه وتعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك من البروتين والدهون والكارب ومش عارف، بسيطه وسهله. تعمل منشن ل5 من اصحابك في قلب الكومنت وشيل الفيديو وتبعت لي الوزن بتاعك في كومنت او في رساله واقول لك تاكل قد ايه من البروتين والكارب والدهون في يومك. وكان معاكم احمد الشيمي بطل مصر والمانيا في رياضه الكيك بوكسنج. السلام عليكم.